الحياة ده يا جماعة اللي احنا عايشينها من غير ربنا شوية اصفار على الشمال، لا قيمة لها، لا لون ولا طعم ولا رائحة. اللي يعيش الحياة دي بعيد عن ربنا والله لن يتذوق فيها أي شيء. إذا وجدت الله وجدت كل شيء، وإذا فقدت الله فقدت كل شيء. لذلك أنا هقول لك حاجة بقلب جامد، وبفضل الله، بفضل الله وبعونه ومدده وتوفيقه أعي ما أقول. الحمد لله أخوكم عارف هو بيقول إيه كويس في اللي أنا أقوله لك ده، اللهم لك الحمد. بس الكلام اللي أنا أقوله ده خطير، وكلام يخض، وكلام يرعب، وكلام يخوف. بعض الناس يقول يا عم أنت جاي تخوفنا؟ يا ريتك يا عم تخاف ويا ريتني أنا أخاف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ده اللي بيخاف ده ليه جنتين. ها ربنا قال إيه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فمقام الخوف مقام عظيم جدا جدا. انت لما تمشي مع واحد ويخوفك ويرعبك ان انت تقع في المعصية ويخوفك من ربنا تحبه جدا وما تسيبوش ابدا. فانا عايز ارعبك واخوفك واخضك في ايه بقى؟ الجملة اللي انا هقولها دي جملة خطيرة جدا 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 جدا، واي حد في العالم حتى لو كان والله اعلم اهل الارض لو قال لك كلام خطير قول له ايه دليلك؟ اي كلام خطير بيحتاج ايه؟ لدليل. لو حضرته ما كانش معاه دليل فاضرب بكلامه عرض الحائط. ما واحد جاي لك يقول لك كلام خطير، تمام؟ ايه دليلك؟ ما انا عايز الدليل على الكلام الخطير ده. اقول لك انا الكلام الخطير اللي انا معايا عليه دليل. اي انسان